عن فكرة المكسرات زي ما تفضلوا. بس بيبقى طعمها حلو قوي مع الرز، وبتفتح شهية الولاد ان هم ياكلوا. فبرضو يعني كل واحد وزي ما يحب زي ما تفضلوا. انا ضفت هنا عندي ده سوداني وزبيب، وكمان ما كان عندي عين جمل. يعني اللي عندك المتوفر حطيه، ولو مش عايزة تحطي براحتك. دلوقتي بقى انا مسخنة عندي على النار فحم. الفحم هستخدمه عندي علشان خاطر الرز انا عايزاه ياخد ريحة الفحم ده اولا، وثانيا للفراخ كمان. دلوقتي انا وسعت مكان في الرز، وجبت عندي طبق صغير وحطيت فيه فويل، وهضيف عندي الفحم وهحط عليها معلقة زيت، وهغطي الحلة بتاعتي بسرعة عشان عايزة ريحة الرز يكون معايا بريحة الفحم. والفرخة كمان عملت فيها نفس الشيء ما شاء الله. بعد ما استوت ما ضفتلهاش اي مية خالص ولا اي سوائل، هي استوت ما شاء الله. وبعد ما استوت معايا رفعت طبعا من عليها الفويل وحطيتها تحت الشواية علشان تاخد معايا اللون الجميل دوت. وكنت مجهزة عندي فحم، وبمجرد ما استوت الفراخ عندي وخدت لون جميل، ضفت كمان الفحم عندي وحطيت عليه معلقتين زيت، وقفلت على الفراخ بسرعة علشان تاخد من ريحة الفحم الحلو. وبكده الوجبة معايا جاهزة. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. أتمنى لو عجبكم الفيديو وجربتم الوصفة تشيروها وتشاركوها مع أصحابكم وأحبابكم. وأتمنى لو انتم لسه جداد على القناة تشتركوا فيها وتنوروني وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أسيبكم في حفظ الله وأمن ورعايته، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو